أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأسرة التانية. احنا اتفقنا ان مانيتون المؤرخ المصري قسم التاريخ المصري ل 30 أسرة، والأسرات دي ارتبطت بعصور مختلفة. وقلنا أول العصور دي العصر العتيق أو السحيق أو العصر الثني أو العصر المبكر، يعني بداية الأسرات. وقلنا ان العصر ده مرتبط بأسرتين، الأسرة الأولى والأسرة التانية. احنا انتهينا من كلامنا عن الأسرة الأولى اللي بدأت بالملك مينا مؤسس الأسرة موحد القطرين، وعرفنا في الحلقات اللي فاتت ان يبدو ان كان في صراع في نهاية عصر الأسرة الأولى، والصراع دوت يبدو انه كان بين الملوك الثلاثة الأخيرة، الملك قاع الأخير والملك سمرخت اللي قبله والملك عج إب اللي كان موجود قبله. ويعني معظم الباحثين أجمعوا أنه واضح أن كان في صراع، واستشفوا ده أو استنتجوا ده من خلال أنهم لقيوا أن أسامي الملوك دي أزيل من قوائم الملوك، في حين أنهم لقيوا لهم آثار في أماكن تانية، أو أسمائهم لقيوها على آثار تانية، على جرة مثلا، على آنية، على سكين، على وطاقة عاجية. لكن واضح ان كل ملك كان بيحاول يشيل اسم الملك اللي قبله من قوائم الملوك. يبدو ان ده كان السبب في انتهاء عصر الأسرة الأولى. ده برضو كان استنتاج من الباحثين، وبعضهم قال احنا يعني ربما كان في فعلا صراع، وربما ان مانيتون اراد انه يقسم الأسرات ويبقى في أسرة أولى وأسرة تانية، محدش عارف. لكن الثابت ان عصر الأسرة الأولى انتهى بالملك قاع. كلامنا النهاردة هيكون عن الملك حتب سخموي، والملك حتب سخموي هو أول ملوك الأسرة التانية، ومدام أول ملوك الأسرة التانية يبقى هو مؤسس الأسرة ديت. مؤسس الأسرة التانية حتب سخموي. معنى اسم حتب سخموي القوتان تهدئان. هنا الباحثين تساءلوا، هل حدث نزاع بين أتباع حور وأتباع ست؟ يعني الناس اللي هم أتباع حور وأتباع ست، أتباع إله الجنوب وإله الشمال، يعني عايزين يقولوا هل حصل نزاع تاني بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب؟ هل كان في محاولات للانفصال تانية في أواخر أيام الأسرة الأولى وأحدثت فوضى؟ ربما يكون ده حصل والملك الجديد ده هو اللي قضى عليها. لكن الإجابة بالنسبة لهم ما كانتش سهلة، لأن محدش يعرف لحد دلوقتي إيه اللي حصل في أواخر عصر الأسرة الأولى وأدى لانهيارها ووجود أسرة جديدة. لكن ده كان معنى اسم الملك حتب سخموي. ذكر مانيتون إن الملك حتب سخموي حكم لمدة 38 سنة. محدش يعرف الملك حتب سخموي مدفون فين، لم يعثر على قبره حتى الآن. لكن الباحثين أكدوا أن في عهده حدث انفجار أرضي، وده أورده الدكتور سليم حسن في كتاب موسوعة مصر القديمة، أن حصل انفجار أرضي في جهة تل بسطة اللي هي الزقازيق دلوقتي، مات فيها ناس كتير جدا. ومن المحتمل أن الزلزال ده حصل في المكان دوت لقرب المكان من منطقة أبي زعبل البركانية. أورد الدكتور سليم حسن في كتاب موسوعة مصر القديمة أنه عثر على تمثال مصنوع من الجرانيت راكع ومكتوب على كتفه أسماء 3 ملوك. وبحسب الباحث أحمد فهيم، الباحث في علم المصريات، التمثال ده كان للكاهن حتب دي اف، بيرجع لنهاية عصر الأسرة الثانية. وأسماء الملوك ال3 اللي كان مكتوبين عليه حتب سخموي وراع نب وني نتر، اللي هي أسماء الملوك ال3 الأوائل في الأسرة الثانية، وأسمائهم كانت موضوعة داخل السرخ اللي هو واجهة القصر. تم تحديد اسم حتب سخموي من خلال بحث علماء الآثار، ووجدوا اسمه على نقوش حجرية على بعض الأوعية
على اسطوانات عظام، على أواني حجرية، على أختام. فترة حكم الملك ده تعتبر فترة مجهولة بالنسبة للعلماء. محدش يعرف عن فترة حكمه إلا النادر جدا جدا، لكن هم اللي يقولوا آثار هي اللي عرفتهم بيه. أهم الآثار اللي عثر عليها للملك حتب سخموي زهرية حجرية تحمل اسم حتب سخموي داخل السرخ، يعني داخل واجهة القصر، وخرطوش تحمل اسم حتب سخموي في قائمة أبيدوس للملوك. ده كل المتاح عن الملك حتب سخموي، والمتاح عنه نادر جدا جدا. يعني حاولنا نجمعه من كم مصدر بحيث ان احنا نقدر نعرف اي شيء عنه، ويمكن في المستقبل تظهر آثار جديدة تدينا اي معلومات عنه. ودي كانت اخر حاجة في حلقة النهاردة، واترككم في امان الله.